من بعد ما تأكدنا أن وليد الركراكي قريب يجي يدرب المدريد. كشفت تقارير أن ريال مدريد يدرس ملف المدرب السابق للمغرب وليد الركراكي. صحف عالمية وموثوقة أكدت هذا الأمر، وأكدت أيضا أن وليد الركراكي هو المرشح الأول لتدريب ريال مدريد. يبدو أن الخبر ما زال في إطار الدراسة، لكنه يحمل دلالة كبيرة بالنسبة لي. فكرة أن ريال مدريد يفكر في منح فرصة تدريب الفريق هي بحد ذاتها شرف عظيم ومسؤولية أكبر. بالنسبة لي سيكون الأمر أكثر من مجرد منصب، هو رسالة أمل لكل المدربين العرب والأفارقة بأن العمل الجاد والطموح يمكن أن يفتح أبوابا كانت تبدو مستحيلة في السابق. صراحة والله تفرحنا الوالد الركراكي حيث يستاهل، وتا من خلال التصريحات ديالو قال أن هذه رسالة أمل للعرب والأفارقة، دعا عليهم زوين. واخا داكشي اللي داروا لنا هذه يلاه شهرين كلشي كان ضدنا، كلشي ما كانش باغينا نربحوا، ولكن في الاخير الحمد لله ربحنا. كيف ما عارفين هذا الخبر انتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي، وبلا شك ملي كيكون شي خبر زوين بحال هكا للمغاربه الاعلام الجزائري غادي يخرج وغادي ينفجر وغادي تصدم وغادي يقول لا راه ما يمكنش. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام جبنا لكم ردود افعال الاعلام الجزائري، او بالصيغه الصحيحه صدمه وانهيار الاعلام الجزائري بعد خبر تعيين المغربي وليد الركراكي مدربا لريال مدريد. لنشاهد. واش كاين في لي ريزو؟ دخلت ما فهمت والو، واحد عيط لي في التليفون قال لي يا امين دار عمك جابو اونترينور جديد ادخل لي تجري. انا هذا وين دخلت ماني فاهم والو. الركراكي بيريز منيتو ولا واش بيه ولا هبل ولا وشنو؟ اسمع ماشي جميع واحد فرطاس معناتها عنده في راسو فيلسوف. هذا كوب دافريك، هذا حدو كوب دافريك ما نجملهاش في بلادو، تعطيلو ريال مدريد. هذه كذبت افريل وافريل راهو خلاص، وكان نقولوا زعما كذبت افريل راهو خلاص اليوم نهار التالي. الشري كراكي بيريز لا ميزعقو لا غير ميزعقو كيف يطيلو هذا يطيلو مبابي وفينيسيوس وجماعة الونسو ما نجملهمش، هذا ينجملهم ما تمسخه كاش منها خاوتي والله ما كاين منها. هذه هضره دارت غير هنا كاش واحد مروكي بانت له اطلقها مشات هذيك هي ما تامنوش والله كاش كيف اخويا الركراكي. والله ما فهم زاد الناس هادو واش عايشين معانا ولا عايشين في شي عالم واحد اخر. كيقول لك ما ديناش كاس افريقيا، وشكون بطل افريقيا في هذه النسخه الاخيره؟ بطبيعه الحال راه المغرب. واش نتوما مازالين عاقلين على شي حاجه قديمه ولا ما فهمتش؟ المغرب هو بطل كاس افريقيا النسخه الماضيه اللي تنظمت في المغرب. هذه العالم متفق عليها، الفيفا براسها اكدت هذا الامر. وشوف ما نحتاجوش نصدعوا ريوسنا معكم فيه، حيت عارفكم ما غاديش تصرت لكم وعارفكم حاقدين على شي حاجه سميتها المغرب. قضيه اخرى قال لك وليد الركراكي غير ديال كوب دافريك، وشكون وصل لنصف نهائي كاس العالم قطر 22 واش حتى هما ماكتوش معانا؟ والله ما عرفت المنتخب ديالهم فين وصلوا. نسيت عاد تفكرت. حضري يعني مرة أخرى قبل ما تدوي على شي حاجة سميتها المغرب ولا تدوي على المدرب السابق ديال المغرب اللي هو وليد الركراكي، راجع شوية الإنجازات اللي دارت المغرب والإنجازات اللي دار وليد الركراكي مع المنتخب ديالنا. راه قبل ما يمشي وصلنا لنصف نهائي كأس العالم، الحاجة اللي ما عمرها دارها شي منتخب إفريقي ولا عربي، والحاجة اللي ما عمركم غتحلموا بها نتوما من هنا ماشي 50 عام، من هنا 100 عام. وقبل ما يمشي أيضا توجنا بكأس إفريقيا، يعني صافي ما بقى عنده ما يدير مع المنتخب، غيمشي يدير شي انجازات اخرى مع شي فرقه. وعلاش لا ريال مدريد يستحق مدرب كبير، وفلورنتينو بيريز ما ذكر الاسم ديالو حتى عرف الامكانيات ديالو. ما تخلعش هو والله لا هو والله لا هو، وهذا هو اللي قال لك بيدي كوب دافريك، وهذا هو اللي لعب كوب ديما وصل دومي فينال، هذا هو. وهذه هي ثاني والله لا هذه هي. المهم قال لك اداره ريال مدريد تكون تقديرا واحتراما للمدرب المغربي وليد الركراكي، قال لهم باللي زعما يعرف يهدر ويعرف يكوتشي ويعرف يدير بزاف صوالح. اي قال لك زعما دخلت في الحسابات، دخلتها في الحسابات تاع المدرب. الهضره تلفت لي انا دوك، انا كي شفت كيما كان انا دوك راني غايب، بس يعني نعرفش نهضر معاكم لكم شي حاجه اخرى، انا راني نقول لكم حاجه اخرى. المهم قال لك هذا سيدخل في حسابات المدربين. ناري راه ما يمكنش شنو داير الحقد في هاد الناس هادو، واش ما كيحملوش المغاربه حتى للدرجه هذه؟ مالكم صعيب شويه. ولكن عرفتي شحال خايبه تكون جزائري وحاقد على شي حاجه سميتها المغرب، وتكون كتشجع في نفس الوقت المدريد، وشكون غيكون المدرب ديال ريال مدريد هو مغربي، المغربي وليد الركراكي. ما تعرفوش تشجعها ولا تبغيها تخسر،
صراحه فلورنتينو بيريز هبلهم. نسمعوا شنو قال على فلورنتينو بيريز. مالك وليت كيما هاك؟ مالك الرب العالي، كبرت وليت حرشوا بك الناس. عندك إيديا، عندكم سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا كان صرات، إلا كان جبت لي وليد ركراكي، ما صاي سي بون، ما كاينش كيفاه. صاي اعتزل كرة قدم، هذا ما بقى، والله لا هذا ما بقى. المهم انا فيؤوس باذن الله كون ما نلقاش هذا جاي لهنا وجايبه هذا موسم في صفر العام الجاي، وموسم بلون، وما نهضرش عليكم كاع العام الجاي، نقطه الى سطر. شوف، المدرب الجديد ديال ريال مدريد ماشي هو جوزي مورينيو. المدرب الجديد هو المغربي وليد ركراكي. بغيتي ولا ما بغيتيش، هذه هي الاخبار الصحيحه اللي غادي تكون. والدواء لمدريد ولا ما تدويش عليها دبر راس. وان شاء الله الموسم الجديد ريال مدريد بقياده وليد ركراكي غادي يدير شي انجازات اللي ما عمرهم دازوا في التاريخ. وعلاش لا، نديو شامبيونز ليغ، نديو الدوري، نديو اي حاجه كاينه، نحصدوا كلشي الاخضر واليابس. عارف هي المغاربه اللي غتعجبهم هاد الهضره هادي، اما شي ناس راه ما غيحملوهاش، ولكن ان شاء الله هادشي اللي غيكون. داكتم متفقين معنا، ديروا لايك وقولوا لنا في التعاليق. العرب كاملين كيستهزئوا من هذا الخبر، قلنا ماشي مشكل نحاربوهم، ولكن باش يجي ولد بلادك ويبغي يستهزئ من هذا الخبر هذا، ويستهزئ من هذا المدرب الكبير اللي وصل المنتخب لواحد المرتبه اللي الفوق، يجي وبقى يستهزئ، فراه ما غاديش يتقبلها العقل. نتفرجوا باش نفهموا. في خبر ديال وليد الركراكي الناخب الوطني السابق، واللي حاليا مازال لم يشرف على اي فريق او منتخب وطني، ربما هو فتره تركيز وفتره راحه. يعني خرجوا اخبار اللي ربما من قبل الصحفي الرياضي المعروف خواكين ماروتو، صحفي اسباني، اللي قال التالي: قد لا يصدق البعض لكن داخل مكاتب، او هذا تصريح اخر اللي كيقول ريال مدريد يحترم كثيرا الركراكي ومعجب بعمله مع المنتخب المغربي وقدرته على تحفيز اللاعبين وقيادة الفريق. وفي تصريح آخر يقول: قد لا يصدق البعض لكن داخل مكاتب ريال مدريد يحكى عن وليد الركراكي أكثر من مورينيو. شنو شي تعليق على هذا ما يروج حاليا في الصحافة الإسبانية؟ ولا كانت يعني الصحافة الإسبانية كتكلم على مدرب يعني بجنسية مغربية، وكتكلم عليه لأنه يكون يعني في العارضة الفنية ديال فريق ريال مدريد، وكانت يعني هذه الأخبار يعني عندها واحد مصداقية، ولا عندها يعني واحد الأساس اللي يكون مبني على نسبة مئوية مهمة في هذا الخبر. فهذا تشريف الكرة المغربية قبل ما يكون أنه تشريف الوليد الركراكي، وتشريف لنا احنا كاملين كمغاربة لأنه صحيح مغربي يكون يعني مدرب ديال فريق ريال مدريد، ربما واحد من احسن 3 فروق على المستوى العالمي، باش ما بغيتي، بجماهيري، بتاريخي، بالقابي، بنتائجه، باش ما بغيتي. ولهذا ما عرفتش انا واش الامور جديه وصريحه، ولكن نخليوها يعني مبنيه على هذا المصدر ديال الصحافي، ونتمناو كامل التوفيق. تل دابا كلشي مزيان. عطاو الكلمه لهذا السيد، ما قال حتى كلمه العيب. قال لك الا كان الخبر صحيح فراه شرف لينا حنا كمغاربه كعرب باش مدرب مغربي يدرب فريق اللي كبير بحال ريال مدريد، فراه شي حاجه اللي تدخل للتاريخ. ولكن المشكل فين كاين هو ملي غادي يعطي الكلمه لهذاك السيد الاخر، شوفوا كيفاش غادي يستهزئ من هذا الخبر هذا، وكيفاش غادي يبدا يضحك تماك بواحد الطريقه اللي صراحه ما مقبولش. هذا السيد هذا والله نسمعوا خوش. دابا الامل ديالو هو تدريب فريق اوروبي، فما ادراك بفريق من حجم ريال مدريد، هو من اعتى واكبر الانديه على مستوى العالم. نختموا البرنامج بتعليق ديال سي محمد المغودي على هذا ما جاء به صحفي اسباني. سأكون سعيدا لان برشلونه ستضمن ريال مدريد لا، برشلونه ستضمن 6 نقاط. شكرا. كنت بقيتي ظالم سي محمد. شو عليك؟ اش بان لكم اخوتي في هذا الشيء؟ انا ما فهمت والو والله. هذا راه مغربي والله، تا مغربي وشوفوا كيفاش كيستهزئ وكيفاش كيضحك. زعما شنو خلى دوك الاخرين يقولوا؟ ما فهمتش. هادشي علاش ديما كنقولها، راه كاينين شي ناس راه ما خصهمش يخرجوا لهاد الاعلام، ما خصوش يخرجوا ويدويو، حيت فهمتي غير يطيحوا بينا، غير يشوهوا بينا. حتى واحد الفيديو ديال أوناحي راكم شفتوا كيفاش دواو على أوناحي، كانوا كيقولوا أوناحي اللياقه ضعيفه
وكيستهزئوا منه. بلاصه من غادي يجي راه بلاصه سيلفا، راكم شفتوا سيلفا كيفاش داير. صراحه كاينين شي مغاربه راه ما يستحقوش يكونوا مغاربه. ولد بلادك وما تدويش به عليه مزيان، ما تكبرش به. ايوا ما بقى والو. والله شاركونا الراي ديالكم اخوتي في التعاليق.